السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده حمص الشام او الحلبسه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، من غير تكلفه وباسرارها جميله. هقولك ازاي هنعمله زي ما بناكله بالظبط على الكورنيش او بناكله في اي منطقه بره. وطبعا احنا دلوقتي في جو الشتاء الساقع ده لازم نعمل عندنا كده حبه حمص الشام نتدفى بيهم. اول حاجه هتجيبي حمص الشام اللي عندك نص كيلو كده، تنقعيه في ميه دافيه مغليه حوالي ليلة كده، سيبيه من بالليل وهتبدأي فيه الصبح براحتك انت. تمام، كل ما تنقعيه اكتر كل ما يبقى معاكي كويس جدا، وتغيري له ميته. تمام. ما بصي بوريكي ان هو بيتفتح ازاي بكل سهولة عشان يتنقع كفايته. معايا بقى يا ست الكل 3 طماطمات، معايا ربع فنجان من الخل، معايا 3 عصرة ليمون، معايا حوالي 7 ل10 فصوص توم، معايا السر هنا ايه بقى؟ مكعب مرقة الدجاج وفلفل اسود وملح وبابريكا طبعا وشطة. بس انا ما بفضلش الشطة فيه، ما بناش يعني في الشطة فيه. تمام. هنا بقى حمص الشام اهو، صفيته كويس جدا. هنزل بيه بقى في الميه اللي انا حطاها على النار، طبعا مش ميه مغليه عشان هو لازم يستوي ويغلي في ميه اصلا، يعني تغلي معاه، فاهماني؟ يعني ما يكونش ميه مغليه وتحطيها، لا تكون ميه عادي من الحنفيه. وما تقوليش لا غلط تحطي عليه حاجه وبالسلق ده، انا هنزل بالصلصه بقى بس، لا مش غلط جدا خالص. ده السر بتاعه معلقه ملح صغيره مليانه، ونص معلقه سكر. تاني سر عندي قلتهولك اهو، ونص معلقه السكر. بص ما شاء الله لونه ازاي فاتح ومنور علشان نعناه كويس جدا. قشر الليمون بقى اللي انا قلتلك، قشر الليمون انت عصرتيه قلتلك ما ترموش. هترموش ليه؟ هنحطه في الميه اللي هتتغلي دي، هتستلق بيه، هتديله مزازه حلوه جدا وهتحافظ على الحمصايه. تمام. نزلت بقى بقشر الليمون اللي انا عصرته، اخدت العصير بتاعه وحطيته عليه. طبعا احنا في الشتاء في الجو التلج ده الساقع ده، كلنا بنحب نتدفى او نعمل حاجات سخنه، مفيش احسن من الحمص الشام ده. حطيت بقى في كبة او في الخلاط عندك الطماطم على الثوم على مكعب المرق على معلقة ملح كمان على حبة معلقة برضو من البابريكا بتديه طعمه حلو جدا، بخلاف كمان اللون الحلو اللي بتديهوله. رشة شطة صغيرة، وطبعا انتي بتحبي الشطة تحطي قرن فلفل حراق مع الكلام ده كله، وهتحطي برضو معلقة شطة بودرة. والكمون اساسي طبعا في الحمص الشام او في الحلبسه. ونزلت ب3 عصرة من الليمون بمقدار 4 معالق كبار مليانين. تمام. ونص فنجان الخل حطيت نص وسبت كميته، والليمون برضه حطيت نص وسبت الكميه التانية، هحتاجها دلوقتي تاني هقولك هنحتاجها في ايه. هتضربي بقى كل الكلام ده مع بعض بنص كوبايه ميه كده. تمام. مش عايزه اقولك على ريحتها كانت عامله ازاي، الخلطه الفظيعه العظيمه دي، من قبل كمان ما انزلها على على الوصفه، على الحمص. يلا شجعي كده وقومي اعملي لك حبه حمص شام تدفي بيهم وتدفي بيهم اولادك، وتعيشوا الطقوس دي بتاعت الشتاء. طبعا احنا ما بنحسش بالشتاء الا لما بنعمل الحاجات الحلوه دي، ونقعد كده تحت البطاطين كده ونشرب كده الكوبايه السخنه بتاعتنا. بصي بقى هو بيطلع الريم بتاعه. ونسيت اقولك ما تغطيش الحله خالص، خلي كل الغازات بتاعته والزيوت الطياره تطلع منه. تمام. عشان يبقى طعمه كويس معاكي، وبرده ما يتعبش برده للناس برده اللي عندها قولون او كده، ما يتعبهمش وما يعملهمش انتفاخات. سيبي الحله مفتوحه ما تغطيش عليها، لان احنا طبعا بناكل منه كميه كتير، فالافضل انك تسيبيه كده عشان ما يتعبناش. ربنا يشفي الجميع يا رب. هنزل بقى بالصوص اللي انا عملته الحلو ده. انت يا ست الكل عايزه تعملي حبه شطه، هتشيلي حبه من الصوص، هتشيلي حبه بقى من الصلصه دول وهتحطي عليهم، زودي كمان شطه. وهم دي كده الشطه او الشطه اللي هم بيحطوا عليها زي الدقه بالظبط. ولو عايزه تعملي دقه، الدقه بتاعته سهله جدا زي بالظبط دقه الكشري يعني. الخل بقى والليمون اللي انا شلتهم على جنب نزلت بيهم على النار كده على طول دايركت كده بعد ما حطيت الصلصه بتاعته، وهغطي عليه بقى دلوقتي. خلاص انا الاول قلت لك ما تغطيش عليه عشان الزيوت بتاعته تطلع النفاذه اللي هي بتتعب القولون والكلام ده، لان احنا هناكل منه كميه، فده يستحسن ان احنا نعمل الطريقه دي. هجيب بقى كوبايات عندي طويله كده، لو هتقدمي لحد، لو عندك ضيوف لازم طبعا تكون بايد، لو مش بايد تكون كوبايه طويله حلوه، علشان لما تيجي تحطي الحمص وتحطي الميه ما يبقاش يعني ما يبقاش يدلدق او حاجه زي كده.
ويستحسن طبعا ان هي يكون لو هتقدمي لحد ان هي تكون كوبايه بايد عندك. حط بقى كده حبه حمص وانزل بالميه، حبه حمص وتنزلي بالميه، تمام، عشان تبقى عارفه مقدارك هتحطي قد ايه. طبعا ولا بد طبعا انك تقطعي جنبه ليمون، لان طبعا بيحب الليمون اللي يعصر عليه، بيكون افضل شيء، احلى كمان من الدقه واحسن كمان من الشطه جدا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم واستفدتوا بالاسرار اللي قلتها ليكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.